كلاسيكو الجيش والرجاء ما سالاش غير بنتيجة. سالب 136 معتقل، سيارات مهشمة وعقوبات زلزالية. اللي كان خاصو يكون عرس كروي في الرباط ولا كابوس حقيقي. ماتش فيه الحماس، الجمهور والأجواء، ولكن النهاية صدمة كبيرة خلات المغاربة كاملين يتساءلوا فين غادين بهاد الكرة. السلام عليكم، أنا محمد أمين ومرحبا بكم في تران فلوس. الماتش سالب فلوس الجيش الملكي 2-1 على الرجاء، وكان ممكن الهضرة تكون على الأهداف والتكتيك، ولكن الهضرة تحولت لشي حاجة أخرى تماما. في بلاصة الفرحة خرجات الفوضى، أعمال شغب خطيرة ما بقاتش غير في التيران، وصلت حتى الأحياء المجاورة. حي الفتح كان هو النقطة السوداء، كتر من 10 سيارات تخربات، ودراجة ديال عون سلطة تشعل فيها العافية. مشاهد صادمة ماشي ديال كرة القدم. ولكن هنا دخلت السلطات بسرعة. الأمن استعمل كاميرات المراقبة وبدا كيجمع الخيوط وحدة بوحدة، والنتيجة 136 شخص تم توقيفهم. نعم، 136، ومنهم حتى قاصرين، ودابا كاملين تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة. حتى الطريق السيار بين الرباط وكازا توقف لساعات وما رجعش طبيعي حتى لنص الليل. ودابا اجي للصدمة الكبيرة. الجامعة ما تساهلاتش هاد المرة، العقوبات نزلات بحال الصاعقة. الجيش الملكي 5 الماتشات بلا جمهور، الرجاء الرياضي 3 الماتشات بلا جمهور. ولكن الأخطر منع جماهير الفريقين من التنقل حتى لنهاية الموسم. يعني أي مشجع كان كيسافر باش يشجع فرقته سالات. وماشي غير هكا، كل فريق غيخلص 20 مليون سنتيم غرامة، يعني المجموع 40 مليون سنتيم. وزيد عليها تكاليف إصلاح الأضرار في مركب مولاي عبد الله اللي غيتقاسموه بين الفريقين. السؤال هنا مهم، هاد الملايين كاملين ما كانش ممكن تمشي لتكوين لاعبين ولا انتدابات جديدة؟ الشغب ما كيدمرش غير الصورة ديال الكرة، كيدمر حتى مستقبل الأندية، وقيلة قليلة كتخلي جمهور كامل يخلص الثمن. اليوم ما بقيناش كنهضروا على ماتش، كنهضروا على ظاهرة خطيرة كتضرب الكرة المغربية في الصميم. واش هاد العقوبات كافية ولا خاص قوانين أكثر صرامة؟ خليوا لينا آراءكم في التعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش توصل الرسالة الكرة أخلاق أو لا تكون. نشوفكم في الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم.